أهلا بكم إخوة الأخوات، هذا أخوكم يوسف نحييكم من قناتكم إجريد أسبور. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون خصيصا لفريق الرجاء البيضاوي الرياضي. وبطبيعة الحال غنهضروا على هذه الضجة اللي مديورة دابا على الرئاسة ديال فريق الرجاء البيضاوي. غنهضروا على البدراوي هو الأول، وعلى الكونفيرونس اللي دار مع أو واحد الجلسة كانت في البرنامج ديال الحقيقة في 90 دقيقة مع عادل العمري في برنامج كما تكون الحقيقة في 90 دقيقة في راديو مارس. المهم هذا باش نعطيكم المصدر ديالي، لأن كيبان ليا عيب أن يعني كنشوف بزاف ديال الصحف كيكتبوا دي زارتيكل وكينقلوا من راديو مارس بلا ما يديروا الاسم ديالها. يعني أنا هاد المعلومات اللي غنعطيكم على البدراوي وشنو قال منقولة من برنامج الحقيقة في 90 دقيقة اللي كيقدمها الصحفي عادل العمري في إذاعة راديو مارس، باش تكونوا فاهمين في هاد المسألة. باش ندخلوا الإخوان في الموضوع. أول حاجة عزيز البدراوي عنده جمع عام غادي يديرو نهار 26 في شهر 5 إن شاء الله. غادي ديك الساعة غنشوفوا الدلائل على الأجوبة اللي جاوب. أول حاجة يعني البدراوي هضر على الرجاء بصفة عامة، وهضر على الميزانية ديال الرجاء، حيث أن الرجاء البيضاوي سجل عجز بقدره 2 المليار، لأنه كان يعني ربح 6 المليار وخسر 8 المليار في جميع يعني المسائل اللي شارج كاملين بدون استثناء. كل شيء يعني 2 المليار ناقص 2 المليار. هاد 2 المليار جا السي البدراوي على أنه عطاها من ماله الخاص. هادشي اللي غنشوفوه في الجمع العام اللي غادي يدار نهار 26 شهر 5 إن شاء الله. المسألة الثانية اللي هضر عليها البدراوي وهي أنه يعني سمع الجمهور وكاع اللاعبين اللي طلبهم منه الجمهور جابهم، وكما قال هو طلبوا لي الزرهوني عفوا جبت الزرهوني. يعني بهذا المعنى يعني سمع الجمهور، قال أودي أنا سمعت الجمهور، كنت قريب من الجمهور. هذا الشيء اللي خلق لي يعني بعض المشاكل وخلاني ما مرتاحش في الحياة ديالي. الحاجة الأخرى هضر على المحيط ديالو في الرجاء، حيث أنه قال أودي أي واحد كنجيبو باش يخدم معايا كيسمع تيبغي يعاون الرجاء، تيكون غني عنده فلوس، يعني عنده دي بروجي ديالو تيبغي ينفيستي في الرجاء، وإلا من بعد تيتلقاو ليه الناس يقولوا فين غادي أودي بلا ما تشيل تما غير الصداع. يعني هضر على المحيط ديالو، أنه يعني ما كانش واحد المحيط جيد داير به، كان خصو يعني يغيّر من المحيط ديالو. هذا من الأخطاء اللي يعني ترى البدراوي. الحاجة الأخرى قال أودي أنه كان يعني متحمس، الحماس ديالو في الأول هو يعني حتى هو خطأ من الأخطاء اللي دارها عزيز البدراوي وكيعترف بها هو شخصيًا، كما كنقول في برنامج الحقيقة في 90 دقيقة مع الصحفي عادل العمري في راديو مارس. هضر أيضًا حتى على بعض يعني كان كاع بكى، هضر على السبة اللي كيتسب، وأنا معاه في هاد القضية. كما بغا يكون الحال ما محشومة، السيد ضيّع وقته وضيّع خلى خداميه، يعني خلى خدمته. حنا عارفين السيد راه عنده شركة ديالو وعنده مسائل ديالو، خلاهم وحبًا في الرجا جا وحط فلوسه باش في الآخر يتسب بهاد الطريقة. يعني حط ولا ما حطش، هذه مسألة غنشوفوها في الجمع العام نهار 26. ولكن حشومة تسب السيد يعني المهم عارف ديك المقولة اللي بها راه جا البدراوي ولد طيط. المهم هاد المسألة كانت ضراتو بزاف، قالوا أنه يعني عانى منها وخص أنه تسمع الوالدة ديالو كتسب، وفعلًا يعني من حقه يتضرر. هدر على يعني بعض المسائل أو بعض الديون اللي باقا على الرجاء، بحال دابا هاد الليبيري، اللاعب الليبيري اللي حكمت عليه يعني حكمت ليه المحكمة ضد الرجاء ف 300 مليون. قال البدراوي أنا غنعطيها ليه قبل ما نمشي، غادي نعطيها باش نخلي يعني بلاصتي مزيانة. وحتى قال أن الرجاء غادي تدخلها فلوس من الكاف، وغادي تدخلها يعني في التوتال تقريبا شي 900 مليون،
وقال انه ما غيقيس منها حتى شي ريال. قال اودي غنمشي، هذا اللي غيدخل على الرجاء في هاد الانتخابات الرئاسيه غيدخل على 900 مليون محطوطه غادي يقدر يخدم بها. مهم هادو هما ابرز الحوايج اللي هضر عليهم البدراوي. يعني من ابرز المسائل اللي هضر عليهم البدراوي هما هادو. هضر على العجز، هضر على حتى على الجمهور، وقال بالضبط الرجاء يعني ما بقاش فيها من العالميه الا الجمهور ديالها، وبينما لا المسيرين ولا يعني الرجاء ككل تتسير في واحد النفق اللي طويل بزاف، لان الشيء تتعاني منه الرجاء من مده، من ايامات بودريقه وهي تتعاني، رغم انها دات القاب ولكن مع ذلك ما زالت تتعاني من العجز في تسديد الديون ديالها. شنو اخر؟ يعني هادو هما ابرز المسائل اللي هضر عليهم عزيز البدراوي. حنا لخصناهم في هذا الفيديو. في الاخر هضر على ان يعني هو تيبغي الرجاء وغادي يبقى مع الرجاء واخا ما غيتنحى من الرئاسه وداك الشيء، فراه غيبقى يحب الرجاء. هذا يعني بخصوص البدراوي. اما بخصوص اللي غادي يترشحوا للرئاسه، كاين دابا حاليا حسبان وكاين بودريقه اللي كان في الرجاء، وكيقولوا انه يعني حتى هو يعني هو اللي تسبب الرجاء في ازمه، يعني تسبب الرجاء في ازمه ومور ما مشى يعني والرجاء اللور علما انه دا المونديال عفوا الموندياليت المرتبه الثانيه في الموندياليتو. حنا عارف الماتش اللي كانت تلعب مع الرجاء ضد الباير سالب 2-0 في الفينال، فبالتالي دخلت فلوس وعاد الهبه الملكيه وعاد داو البطوله قبل ويعني زيد. ف فين مشات هاد الفلوس الله اعلم. حسبان جا ولكن الظروف ما ساعداتوش والجمهور ما صبرش عليه، كان جا قبل وتا هو بحال بدراوي سمع السبان مده طويله، يعني عام هو تيسمع في السبان. انا كيبان لي يعني رايي الخاص في الاخير هو الجمهور الرجاء الا جا شي رئيس خصو يخليه يخدم، يعني ما يمارسش عليه الضغط. ها البدراوي جا مارسوا عليه الضغط مشى. البدراوي انا كيبان لي غير ضحيه، يعني ضحيه ديال مؤامره ولا ديال شي واحد ما باغيش الرجاء تزيد، يعني بهذا المعنى هذا. والجمهور للاسف تيمشي مع هذه الموجه هذه، تيمشي وراء الصفحات وهذا الشيء اللي شفناه مع البدراوي ما قدرش يصبر، وهذا من حقه بطبيعه الحال. راه هو قال ودي انا مالي على هذا الشيء كامل، مع راسي نبقى هاني مع راسي، مشيت وراني بخير عايش مزيان. كما قالت ولاو تابعيني، مشيت ناخذ رونديفو الفيزا ديال ميريكان، قال لك راه البدراوي جاتو القرعه بغا يسلت. يعني كما قلت هو تابعيني، يعني ما ربح والو بهذا المعنى، لكن ما ربح حتى شي حاجه. فسيد من حقه الضغط عليه، السبان سمعوا راه من حقه يمشي ويخليها لواحد اخر اللي يقدر يجي يعني يتحمل هذا الضغط. هذا هو يعني البدراوي ملي جا حبا في الرجاء، وهذا الشيء راه باين خصوصا في الحماسه ديالو، وكان باقي ما كانش عارف هذا الشيء اللي واقع لداخل في الرجاء. يعني هو تورط، راه هو قالها لك انا تورطت، الحماسه ديالي تورطت، يعني غير فاش اللي ورطاتو والقرب ديالو من الجماهير، يعني في الزنقه في التيران ديما معاهم. فكان قال ودي حتى الطريقه د الهضره، قال ودي كان خصني الرئيس هو اللي تيلبس كومبلي وتيجلس في البيرو وصافي. هذا كان الاخوه الاخوات، هذه كانت واحد الدردشه بخصوص فريق الرجاء البيضاوي. نتمنوا العوده السريعه على هذا الفريق العريق، فريق اللي يعني مثل المغرب في عديد من المناسبات وشرف المغاربه، وبطبيعه الحال فريق اللي يعني من يعني هو والوداد ولا الجيش، فنتمنوا لهم ان دائما يكونوا بطبيعه الفرق الاخرى، ولكن هادو عندهم تاريخ عريق، نتمنوا لهم التوفيق. بطبيعه الحال غنهضروا على فرق اخرى، على طنجة اللي دابا تتعاني على بزاف د الحوايج، ولكن ان شاء الله فيديوهات اخرى. هذا ما كان، تحياتي لكم، كان معكم خوكم يوسف من قناتكم إيجاد أسبور، ونتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.